السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متابعين، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة وعافية إن شاء الله. اقتراحنا اليوم يكون بغرير بالسميدة والزنجلان والبافو. صدقوني جربوه وردوا عليا. نغيروا شوية، ما نبقاوش نديروه غير بغرير عادي. بهذه الطريقة هذه كيجي رائع ومختلف تماما، وخصوصا باش نرافقوه بأملو ديال اللوز وأركان. ما نعاودش لكم واحد المذاق مختلف تماما على البغرير اللي كيكون بالزبده والعسل. بسم الله على بركه الله. حاجتنا في 3 كؤوس ونصف ديال السميده رقيقه، السميده ديال الحرشه، وكاس ديال الدقيق. كنضيفوا واحد المعلقه صغيره مع مرش ديال سنيده، ومعلقه صغيره تقريبا ديال الملحه. عندي هنا 2 ديال لي ساشي ديال خماره الحلويات، اي من 16 غرام خميره الحلويات. وعندي هنا معلقه كبيره ونص خميره فوريه. كنخلط جميع المكونات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا، طريقه سهله ومبسطه. ومن بعد كنبدا نضيف، عندي تقريبا هنا 5 الكؤوس ديال الماء، يكون دافي غير شويه، ما تفوتوش ليه الماء يكون سخون بزاف، لان لا درتو الماء سخون فهو هيكلل لكم السميده وهاد تجمع وتبدا تطلق لكم الخيوط. كنخلط جميع المكونات. انا حاولت نبدا نضيف الماء بشويه بشويه كيف ما كتشاهدوا. في الاول كنضيف هذيك 4 ولا 5 تقريبا كلهم. انا الصراحه راه كنضيفهم 5 في الدقه الاولى، غير بعض المرات كتكون نوعيه السميده كتختلف، كاين اللي كتشرب وكاين اللي لا. من الاحسن نضيفوا 4، ومن بعد الخامس كتبقاو تضيفوه بشويه بشويه. ومن بعد كناخذ البغا ميكسور او الاله ديال الطحن الكهربائيه اللي عندكم، وكطحنوا جميع المكونات من بعد ما خلطناهم بالفوي في الاول باش ما كتكتلش لكم. وكنطحنوا مزيان كيف ما شاهدتوا هنا. الكاس الخامس هو اللي ضفتو، وكنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنطحن الخليط ديالي. طريقه سهله ومبسطه، وخصوصا الى تبعتوا جميع المراحل. البغرير راه ساهل، ولكن حنا اللي كنبداو نعقدوه وكنبداو نضيفوا شي حويجات اللي كيخليوه يخسر لينا وكيطلع لينا الزعاف، وما كنكملوش ولا ما كنبقاوش نحضروه لوليداتنا. بهذه الطريقه هذه صدقوني هيبدا يصدق لكم من اول مره، والحمد لله راه كلشي كيصدق ليه. خصوصا في الفيديو الاول راه نفس الطريقه ونفس المقادير، غير هنا ضفت الزنجلان والبافو. الصراحه كيعطيه واحد المذاق مغاير، وكيعطينا ديك القرمشه اللي كنكونوا كناكلوا كنحسوا بها. وإلا كنتوا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من البصمه ديالكم اللي كتدل على حبكم وتشجيعكم الدائم والمستمر. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال شاركوه مع الاهل والاصدقاء في جميع المواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده، وهذا فضلا وليس امرا. شكرا لدعمكم وشكرا لتشجيعاتكم. ومن ضمن النصائح باش ينجح لكم البغرير وتولي الوصفه المعتمده عندكم دائما وابدا، اول حاجه السميده تكون نوعيه جيده. ما تاخذوش ليا السميده البيضاء او الحمراء، تكون نوعيه صفيفره ديال القمح راه معروفه. ثاني حاجه الماء يكون دافي غير شويه، ما يكونش غادي السخونيه. ثالث حاجه الخليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، يكون متوسط بحال اللي هتشاهدوا في الفيديو. ومن بعد ما طحنت جميع المكونات واندمجت ليا كنغطي الخليط ديالي وكنخليه حتى كيخمر. هنا العجينه راه خمرات عندي كيف ما كتشاهدوا. حاولوا انكم ما تطحنوش في الاول، انا غير كندمج جميع المكونات باش العجين ديالنا ما يطلقش لينا الخيوط وتخسر لينا الوصفه. طريقه سهله ومبسطه. حتى لهنا راه باقا ما طحنتش. باش كنبدا نضيف هذاك نص الكاس ديال الماء، كنبدا نطحن ديال المكونات اللي عندي وكنطحن العجين بهذا الشكل هذا. وانا كنضيف هذاك نص الكويس ديال الماء بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام المطلوب. هنا كتبان لكم العجينه بحال اللي شويه كتحل او كتفزر لكم، ما تخافوش راه عادي، غير العجين ديالنا ما يطلقش لينا الخيوط. هذه اهم حاجه واهم مرحله لنجاح الوصفه. صدقوني الا تبعتوا هاد المراحل هذه كونوا اكيدين ان البغرير غينجح معكم بعينكم مغمضه
ولا عندكم اي سؤال او اي استفسار ما عليكم الا تخليه لي في التعاليق، ومرحبا بتساؤلاتكم واستفساراتكم كيف العاده. ومن بعد كنغطيه وكنخليه واحد 3 دقائق ولا 4 على حساب، ماشي بزاف. وكنضيف الزنجلان، عندي واحد 3 المعالق كبار عامرين مزيان، وواحد معلقه كبيره ديال البافو، وكنخلط جميع المكونات. علاش ما ضفناش الزنجلان والبافو في الاول؟ فهو يتطحن لينا وحنا بغيناه يبقى هكاك صحيح. من بعد ما خلط جميع المكونات كناخذ المقله ديالي وكنوضع فيها الخليط، وكنبقى نطيب بشويه بشويه. ما تحاولوش طيبوا اكثر من القياس باش ما كيتحمرش ليكم، ويبقى داك اللون زويون. حتى الا بغيتو تعاودوا تسخنوه كيتسخن لكم وكياخذ داك اللون الذهبي، كيجي رائع. كيف ما كتشاهدوا كيجي خفيف ومهوي. فما شاء الله هاد الوصفه هذه فهي المعتمده عندي من سنين وسنين، والحمد لله راه المشتركات كلهم كيجربوا الوصفه القديمه. فقلت علاش لا ما نضيفوش ليها اضافات اخرى ونشاركها معكم. وهذه الحمد لله كلشي كتعجبو باش كنحضرها. فالبغرير كيصدق ما شاء الله وكيتقب كله، والاهم في ذلك كيجي خفيف ومهوي بهذا الشكل هذا. غير هذاك الوسط كما كيطيبش لكم حاولوا انكم تزولوها، لان لا طيبتوها اكثر فكتحمر اكثر من القياس. الا بانت لكم المقله شويه بحال اللي مره ما كتبقاش تطلع لكم البغرير، حاولوا شويه تبردوها في الماء وبقاو ومسحوها واستمروا في العمليه ديالكم. طريقه سهله كيف ما كتشاهدوا. ولا كانت المقله ديالكم ما كتصدقش لكم فيها البغرير، حاولوا تضيفوا ليها شويه ديال الماء وواحد شويه ديال الملحه وخليوها تغلى 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 مزيان، ومن بعد غسلوها واستخدموها عادي. فهي كترجع طيب لكم البغرير وكتصدقوا لكم من اول مره. كيف ما كتشاهدوا داك الوسط ما كيطيبش عندي، فكنا كنحيدو ما كنخليش البغريره طيب اكثر من القياس، وكنحطو على منديل بهذا الشكل هذا. فهو كيجي رائع ولذيذ صدقوني. غير نتوما ما تكتروش ليه سنيده، غير واحد معلقه صغيره مع عمراش، والملحه هي اللي كتجي شويه الصراحه كتبغي البغرير يكون فيه شويه الملحه. انا حاولت انني نعاود لكم مرات متعدده كيفاش كنطيب البغرير وكيستقوى لله الحمد. فما شاء الله تبارك الرحمن كيجي رائع بهذا الشكل هذا. يلا نوضي للحي ديال العكز ونوضي ديري لي واحد الطرحه ديال البغرير وقدميها لوليداتك واستمتعوا بها بصحتكم وراحتكم. وان شاء الله لنا وصفات قادمه بحول الله. كيف ما شاهدتوا كنخلي داك شويه غير كيبدا يبان ليا الوسط صافي بدات شويه العجينه فيه بقى بيضه، كنزول المقله باش ما كتحرقش ديال البغرير، وكنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه ديالي. فما شاء الله كيجي رائع وخفيف ومهوي. راه تبقاو تضربوا وحده مور وحده ما تشبعوش، خصوصا لا رافقتوه املو. ولا ما كانش متوفر املو فيمكن لكم تستعملوه بالزبده والعسل كيف العاده، او العسل او الزيت البلديه، كيبقى الاختيار على حسب الاذواق ديالكم. محل الوصفه ديال البغرير فهي ناجحه 100%. استعملوها بعينكم مغمضه كيجي هكا كي القطن. انا حاولت نشاركها معكم واخا لا فيديو صراحه ما واضحش مزيان كيف ما هو في الواقع. فهو لا طويتوه كيجي خفيف ومهوي ماشي معجن او كيتعجن لكم. ونشارك معكم حتى لحطه شحال من واحد صراحه كتعجبو. كناخذوا البغرير بطريقه راه سهله، غير كناخذوا البغرير وكنبدا نستفوه بهذه الطريقه هذه، ونحاولوا اننا شويه بحال نزيروه كتجي حتى الصراحه هماويه. ومن بعد كناخذ العسل او الزبده او اللي متوفر عندكم وكنوضعوا الوسط. ما عرفتش كتعجبكم لان راه طريقه سهله. هذه هي طريقتي كيفاش كنحط البغرير. صراحه كيجي هاد الحطه هماويه وكتبان وكتعطي ما شاء الله في العين. هذه طريقه سهله بهذا الشكل هذا. نتمنى انه ينال اعجابكم. وهنا غندير واحد التجربه ديال صراحه ما قدرتش نقاوم املو وبالصحه والراحه مع واحد الكويس ديال اتاي. يا سلام.
وصلت للختام ديال الفيديو، استودعكم واترككم في حفظ الله ورعايته.